قبل قليل اغتيال اللواء ركن حسين حميد سالم الجنابي وساقيد خاص وإصابة حارسه الشخصي من قبل مسلحين مجهولين الذين تمكنوا من الفرار مباشرة بعد انتهاء هجومهم على سيارة القائد. وقد سبق وأعلن الشهيد القائد حسين الجنابي عن نجاح عمليات مداهمة مقرات المخدرات في العراق، وأعلن عن متابعة عملية القضاء على هذه الظاهرة في العراق، الشيء الذي أدى بالمحللين إلى اعتبار هذا الهجوم حربا معلنة من قبل أباطرة المخدرات ضد جهاز مكافحة المخدرات. وقد رصدت القوات الأمنية امرأة مقنعة قد تعتبر المسؤولة عن عملية الاغتيال. حاسم أخوك، يما اتصلي بحاسم، اتصلي بسرعة بسرعة اتصلي. لا حول الله لا حول الله. ماكو يما، ما دا يجاوب. ظلش اتصلي، ما دا يجاوب يوم. ظلش اتصلي. دخيلك ربي دخيلك ربي يا رب. وفي بيان الصادر من قيادة الشرطة بأن امرأة مجهولة الهوية هي المسؤولة عن عملية الاغتيال، وبعد أن لاحقتها الشرطة تم إنقاذها من قبل عجلة المقنع وطن، والشرطة الآن تبحث عنهما. ابني يما ابني وطن أخوش، يما وطن، يما وطن ابني، يما